السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة يا رب ان شاء الله. بقى النهارده جايبه لكم طريقة البسكوت العشر دقايق، حاجة كده جميلة جدا ومعاها الشاي الكرك. يلا بينا نسمي الله ونخش على الطريقة بتاعتنا والمقادير. معايا هنا 3 كوبايات دقيق منخولين، معايا كوبايتين زبدة، معايا كوباية سكر بودر، بيضة، معلقة فانيليا كبيرة، معلقتين كاكاو خام. نبدأ في الطريقة بتاعتنا. بسم الله. هنجيب هنا السكر البودر ونحط عليه كوبايتين الزبدة بالشكل ده كده، وننزل عليهم بمعلقة من الفانيليا، نص كمية الفانيليا اللي احنا نستخدمها، ونبدأ نعجنهم في بعض كويس. بعد كده ننزل بالبيضة بتاعتنا وبقية الفانيليا ونعجنهم في بعض كويس لحد ما يختلطوا ببعض. وبعد كده ننزل بالدقيق بتاعنا كوباية كوباية. تمام كده، خلصنا الدقيق بتاعنا كله. نبدأ ان احنا نقسم العجين بتاعنا نصين، نص هنحط عليه الكاكاو بتاعنا كله اللي هما المعلقتين الكاكاو الكبار، والنص التاني هيدا الابيض. هنجيب صينية مدهونة زيت ونبدأ نعمل العجينة بتاعتنا 3 كور بني و3 ابيض. الكور بتبقى صغنونة كده صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، ونحط واحدة بني مع واحدة بيضة، واحدة بني مع واحدة بيضة، ونبدأ ان احنا نلزقهم في بعض ونحطهم في كف ايدينا ونكورهم بالشكل ده كده. نبدأ ان احنا نرص في الصينية. نعمل كمان معاكم واحدة كور صغيرة، 3 كور بني و3 ابيض، وبعد كده نحط واحدة بني مع واحدة بيضة ونلمهم على بعض ونروح عاملينهم كورة كاملة، وبعد كده نلفهم في كف ايدينا يطلعوا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها الجميلة دي كده. والله الطعم بتاعها حكاية حكاية، والله طعمها جميل جدا جدا جدا، وسهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت معاكي خالص. كرة بيضة مع كرة بني، عندنا واحدة بيضة واحدة بني واحدة بيضة واحدة بني، ولم على بعضيهم. ده يكور فيهم بعد ما تلزقهم في بعض. هنبدأ ان احنا نخلص الكمية بتاعتنا كلها كده، ونكون مشغلين الفرن بتاعنا وندخل فيه البسكويت. احنا طبعا مش البسكويت بتاعنا بيخش الفرن على طول، اول ما بنخلص الصينية بيخش الفرن على طول. تمام زي الفل كده اهو. وبكده احنا خلصنا يا حبايبي الطريقة بتاعتنا النهاردة. يا رب يا رب تنول اعجابكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. باي باي يا حبايبي.